هالو، فين الناس؟ هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 كل صحابي اللي بيسالوا عليا والناس اللي بتبعت لي رسائل على الصفحه. وحابه قبل ما اطلع اتكلم في الموضوع اللي انا طالعه اتكلم معاكم فيه اوضح للناس اللي بيسالوني هو انت فين؟ ما بتظهريش كتير ليه؟ احنا بنحب لايفاتك، احنا بنحب نسمعك، انت ليكي طلة احنا بنحبها. انا بشكركم كلكم على الكلام الجميل اللي انا بشوفه وبسمعه منكم. وفعلا حب الناس ده حاجة مش قليل، يعني ان الناس تحبك وتسأل عليك وده ثمنه كبير جدا. وانا مبسوطة جدا بالحب ده، ومبسوطة جدا بتشجيعكم، ومبسوطة جدا ان انتوا بتسألوا عليا. طبعا هرد اقول للناس اللي بيقولوا لي انت ما بتطلعيش كتير ليه. انا في الفترة الحالية مشغولة شوية، عندي حبة حاجات بحضر لها، في عندي برنامج جديد ان شاء الله، بحضر له فكره جديده كده، ربنا يسهل يعني ان شاء الله. ولما ينزل البرنامج اكيد هسالكم رايكم فيه ايه، ويا رب ان شاء الله ينول اعجابكم زي اي عمل انا بقدمه. لان انا ببقى حريصه ان انا مش اي حاجه بطلع بيها على الشاشه، او ان انا مجرد ان انا اطلع وخلاص. لا، انا بحب اختار اي حاجه انا بقدمها في الاول، وبحب اقرا ورق كتير جدا، بحب اشوف ايه الحاجه اللي تفيد المشاهدين وتفيد كل بيت مصري. طيب خلوني في البدايه كده اعلق على حاجه. في حاجه انا لاحظتها، انا مش عارفه بصراحه اتكلم معاكم فيها ازاي. ترددت كذا مره ان انا اتكلم معاكم في القصه دي، بس في حاجه انا لاحظتها غريبه للاسف. وبرضه هستنى تعليقاتكم واستنى رايكم. ممكن اكون انا ببالغ، يعني في ناس لما انا بدات اتكلم في الموضوع ده واقول احنا بنتغير، في تطور، في تكنولوجيا، في اي في حاجات كتير، في ذكاء اصطناعي، في تطورات كبيره جدا احنا بنشوفها، في حاجات غريبه جدا احنا بنشوفها، في ناس بس في حاجات لما الواحده بتشوفها بتزعل ومش فاهمين. هل انا لما جيت اتكلم في القصه دي عايزه رايكم بعد ما تسمعوا مني الحاجه اللي عايزه اقول لكم عليها؟ هل انا فعلا انسانه مخي قديم مش مع التطور؟ هل الكلاس عشان اكون انسانه كلاس واكون انسانه يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس خلونا اسمعوا مني الموضوع في الاول. الفتره الحاليه انا بشوف حاجات غريبه، يعني ما كناش بنشوفها قبل كده، وفي مجتمعات او نقول في فئه مثلا، فئه ايه يعني، مش هنتكلم بكل اسف. يعني انا عايزه ارجع للعادات، اللي عايزه اقوله عايزه ارجع للعادات والتقاليد مره تانية. يعني عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا اتربينا عليها، اللي اهالينا ربونا عليها، واللي اهالينا اتربوا عليها، اللي هو يعني مثلا انا على سبيل المثال كواحده ست، انا ما ينفعش راجل غريب اسلم عليه ابوسه واخده بالحضن. تقولي لي بقى اخوكي، تقولي لي ابن عمك، تقولي لي ابن خالتك، تقولي لي مش عارفه مين ومين ومين، مفيش يعني مش جوزك او اخوكي او ابوكي. انا ضد ده، تمام؟ قولوا بقى عليا عقليه متخلفه، عقليه مش متطوره، انسانه يعني في وجهه نظر لا ده مش كلاس، لا مش لازم. على فكره في حاجه اسمها مبادئ. وبشوف نوع من انواع الرجاله متجوزه، وعلى فكره ممكن تبقى مراته معاه وجنبه كل حاجه، وتلاقيه بيسلم على واحده تانية وبيسلم عليها بيبوسها وبياخدها بالحضن. فبشوف مراته دي واقفه كده عادي، اللي هي يعني شايفاه عادي بيسلم وبيبوس وبيحضن. هو ايه ده؟ وهو كذلك، يعني مراته بتسلم وبتبوس وبتحضن. ايه ده؟ ما مش فاهمه يعني. ساعات بقعد ابص كده وبتنح واقول لا، هو الموضوع ده انا رافضاه. يعني انا كراجل خطيب، قولوا بقى عليا متخلفه، قولوا عليا عقليه قديمه، قولوا عليا انسانه ما بفهمش، قولوا اي حاجه، بس انا بقول انا ارفضه تماما. لان الراجل راجل والست يعني انا النهارده لما اكون متجوزه وجوزي بيحضن وبيبوس واحده تانية، حتى لو بيسلم عليه صدق، يعني ايه صديقته؟ يعني ايه صاحبه جوزي مثلا؟ انا اللي اعرفه فيه زميل دراسه
او زميل عمل، والكلام في نطاق. طيب الست، لا ده مش اخوكي، ولا مفيش حاجه اسمها صاحبي. انا ما صاحبش راجل. لا انا ما صاحبش راجل على فكره، مفيش حاجه اسمها صاحبي. عمر ما نظلم يعني، يا بنات ويا ستات افهموا حاجه وعلموا الكلام ده ارجوكم لاولادكم. مفيش حاجه، عمر ما نظره الراجل هتختلف لواحده ست، لكن في حاجه اسمها زميل عمل او زميل دراسه، انا بتكلم معاه في حدود العمل او حدود الدراسه بتاعتي، او صاحب عمل، مفيش مشكله عندي، لكن مش صاحبي اقعد اتكلم معاه واسلم عليه ابوسه واحضنه واخده بالحضن ومش عارفه ايه وعشره. لا 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 لا، يعني انا عايزه ارجع للقيم والمبادئ القديمه، لان احنا بندخل ثقافه تربويه لعيالنا والاجيال مش صح. عايزين نربي ولادنا صح. لا هو عيب على فكره ان انا اسلم على راجل معرفوش واخده ايه ده، احنا فين لا عيب. وكذلك يعني عيب لما حضرتك واحده ست ما تعرفش. يعني انا شفت منظر قدامي، واحد داخل على واحده بيسلم عليها وبتعمل له اللي هو ايه، لا مش كده، ما ينفعش. هي ولا مراتك ولا اختك ولا والدتك ولا خالتك ولا عمتك، يعني ما ينفعش. يعني انا مثلا على سبيل المثال والله العظيم انا اخويا ابن امي وابويا، انا ساعات باجي اسلم عليه ببقى مكسوفه ابوسه، اخويا يعني من الكسوف بقى اللي احنا كبرنا مش زي الاول، مش صغيرين، فبتكسف جدا. هي الكارثه اللي بقت بالنسبه لي ان واحده واقفه جنب جوزها وجوزها بيسلم ويبوس عادي، اللي هو انا بقعد اعمل كده، ولما اجي اقول لها ايه يا ماما انت هنا مفيش فيلينج، ايه يا حبيبتي هنا مفيش غيره، ايه يا حبيبي مراتك، ايه يا جماعه، ايه يا ناس، ايه احنا فين ورايحين فين، احنا فين ورايحين فين. لا في قيم، في مبادئ، في دين. لا كلامي اللي انا بقوله والموضوع اللي انا فتحت اتكلم فيه ما بيعجبش، ممكن ما يعجبش ناس كتير، ممكن يكون عند ناس تانية انا كده ست مش لارج خالص، مع ان عايزه اقول لكم هو البني ادم عشان يكون كلاس او عشان يبقى بني ادم لارج من وجهه نظر الناس باخلاقه ومش بالفلوس. عمرها ما بتصنع بني ادم والله، ولا اخلاق لا خالص. المبدا بيبقى حاجه تانية والاخلاق حاجه تانية، مش بالفلوس. وان انا اخرج بره القيم معنى كده ان انا ست هاي. لا، في حاجه اسمها قيم، في حاجه اسمها مبادئ، في حاجه اسمها احترام لنفسي واحترام للناس اللي حواليا، عيلتي، اهلي، دنيتي. لا، في قيم لازم نحافظ عليها ونحترمها جدا، في اصول دين لازم نعرفها، في مبادئ. مريم سعيد وحشتيني بجد، انت كمان مريان، سوري مريان، ميرسي جدا. احنا للاسف بقينا بنقلد تقليد اعمى فعلا يا محمد. يعني انا حزينه، ولما جيت اتكلم في الموضوع اتهمت ان انا كده ايه التخلف وايه الاسلوب ده وايه كده. لا انا بقول لازم نرجع للقيم والاخلاق ونعلمها لاولادنا، ولازم ترجع تاني الحمراء كده، عارفين حمراء ان انا لا مراد ده. في رجاله كانت بتتخانق مع ستاتها لما تسلم بالايد، والله في راجل يقول لمراته ما تسلميش من بعيد، اهلا وسهلا. واعرف ستات بيعملوا كده ما بيسلموش يعني. اهلا وسهلا، زي حضرتك عامل ايه. لكن دلوقتي ايه احنا فين؟ عايزه اقول لكم الناس اللي بيتهموني بالتخلف، وان انا فعلا قعدت اخد وقت كبير جدا، هل انا اطلع اتكلم في الموضوع ده ولا ما اتكلمش. وحاجه تانية جوايا بقى شخصيه رابعه بتقول لي انت مالك، فلقيت نفسي لا هو موضوع لازم اتكلم فيه، لازم ولادنا نعلم ولادنا الصح والغلط، لازم وبتكلم ولادنا ولادك وولاد غيرك لازم يفهموا ان ده صح وده غلط. لازم نرجع للقيم والمبادئ. الراجل يغير على مراته والست تغير على جوزها، مفيش حاجه اسمها دي صاحبته، مفيش حاجه ده اسمها ده صاحبها، مفيش حاجه اسمها ده احنا اصدقاء وجروب وعشره، مفيش ده. المصايب بتيجي والكوارث، والله العظيم المصايب واكبر الخيانات اللي بتيجي من الاصحاب لبعض، اكبر الخيانات
الاصدقاء تيجي تقول لك ايه، واحده تيجي تعيط بعد كده ده صاحبتي دخلت خالد جوزي، واحد ده يقول لك ده صاحبي كان السبب في الطلاق ما بينه وبين مراتي، وبعد ما اتطلقنا هي راحت اتجوزت صاحبي او صديقي او عشره. ما هي بسبب ان احنا حياتنا بقت مفتوحه كده عادي، نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونسلم على بعض عادي وبقينا عشره. لا، في حاجه اسمها قيم ومبادئ، في حاجه اسمها اخلاق. مش عشان اكون ست لارج او يتقال عليا كلاس واكون من كلاس وتمام اتبع اسلوب غلط في حياتي وانقل الاسلوب ده لاولادي واصحابهم. لا خالص، على فكره يا ريت نرجع للقيم والمبادئ اللي هي الست ست والراجل راجل، ونغير على بعض ونحب بعض ونحافظ على بعض، لكن بالاسلوب ده لا. لازم نفهم الحياه صح والتعامل صح وازاي نتعامل مع بعض وايه الصح في حياتنا وايه الغلط. ارهقتوني. لازم نرجع نفهم ولادنا يعني ايه المفروض احافظ على بيتي وما ادخلش حد غريب او صديق بيتي، لان ده عرضي لازم نحافظ عليه فعلا. بس انا برضو بتكلم اللي هو مفيش مشكله نتقابل كاصدقاء، مفيش مشكله نتجمع مع بعض كاصدقاء، مفيش. بس انا بتكلم في مبادئ اساسيه. انا بشوف بلاوي، انا بدات اللي هو ايه، اقول هي الحياه هو ده التطور؟ هل ده الحياه الجديده اللي المفروض كلنا نعيشها؟ من وجهه نظري كل ده حصل لما بقينا نربي ولادنا بعيد عن الحلال والحرام. هو للاسف احنا اوكي، احنا ده اكيد يا محمد، بس للاسف احنا كجيل نسينا مبادئنا واللي اهالينا اتربوا عليه وربونا عليه. يعني مثلا اللي هو انا والله مره بابايا ضربني علشان سلمت على ابن عمتي فبوسته، قال لي ايه ده ما ينفعش تبوسيه، سلمي عليه عادي ازيك، لكن ما ينفعش تروح على ابن عمتك وتحضنيه وتبوسيه. لا، هو يشرع لي يعني في شرع الله حلال ليا، يحل لي ان احنا نتجوز او نرتبط او كده. فاللي هو ما ينفعش. يعني انا بتكلم ده اتربينا عليه، اللي هو انا ما ينفعش. في قيم وفي لازم نرجع الاول نصلح بيها ونعيد لنفسنا فيها من جديد علشان خاطر ولادنا. مفيش كده. وفي كمان حاجه ما ينفعش مثلا يعني احنا مثلا لما كنا مثلا بابا وماما واصحاب ماما او اصحاب بابا او يبقوا مثلا معزومين عندنا على العشاء، احنا اتربينا ان احنا ما نقعدش مع الناس الاكبر مننا ونسمعهم ونتكلم ونسمع الكلام بتاعهم. النهارده عادي، يعني عادي ناس قاعده فممكن عادي ولادهم قاعدين معاهم وبيسمعوا الحوار وبيسمعوا الكلام وبيسمعوا. لا غلط. لازم ننتبه للحاجات ده. مش مع التطور، ما قالكش اتخلى عن المبادئ وتخلى عن المبادئ والقيم حاجه والتطور حاجه ثانيه. التطور في حاجات ثانيه اللي احنا كل حاجه بنستخدمها غلط. اي حاجه فيها تطور في حياتنا احنا بنستخدمها غلط. انا ما في مشكله. فانا اللي عايزه اقوله اختصارا للموضوع اللي طالعه النهارده بتكلم معاكم فيه، وسامحوني لو كلامي برضو مش عاجب ناس كتيره، بس انا بقول ده مبدئي وانا مش هغيره والله، وهفضل دايما على الكلام ده، لان انا اللي يهمني ولادي والجيل اللي احنا فيه. انا بقول نلتزم مع بعض بالسمات والادب والاخلاق والقيم اللي هي اتربينا عليها، اللي هو ما ينفعش اسلم على واحد معرفوش اخده بالحضن وابوسه واسلم عليه وكده، وانا ما فيش يعني ولا جوزي ولا اخويا ولا بابايا ولا عمي ولا خالي. وانت كذلك ما ينفعش تاخد واحده تسلم عليها وتبوسها ومش عارفه ايه وهي ولا مراتك ولا اختك ولا عمتك ولا خالتك ولا مامتك. فازاي؟ فلازم نرجع للمبادئ والقيم دي من جديد علشان خاطر ان نعيش كويس، عشان خاطر ربنا يبارك لنا في حياتنا، علشان خاطر ده الصح. والله ربنا ينور على حياتنا. انا والله يا محمد طلعت اتكلم في الموضوع ده لان حسيت ان بقى كتير جدا وبقى اوفر قوي وبقى كل اسف بقى عادي. فانا اللي هو انا شخصيا اتضايقت هو الغريب واتغصت اكتر لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك لا ده اسلوب رجعي وتخلف وكان زمان بقى، ومش مفيش حاجه اسمها كان زمان. الاخلاق هتفضل والمبادئ هتفضل وكل حاجه اتربينا عليها صح هي اللي هتبقى الاقوى وهي اللي هتفضل وهي اللي هتستمر معانا حتى يعني الانتهاء يوم القيامه. مفيش حاجه اسمها ده مبدأ دين. انا مش بتكلم في تطور، انا مش بتكلم في
في صناعه، انا مش بتكلم، انا بتكلم في اخلاق، بتكلم في قيم، بتكلم في حاجات احنا لازم ولادنا بيشوفونا بنعملها علشان خاطر يقلدونا فيها ويربي ولادهم على هذه القيم وتفضل زي ما هي. خلي معرفتنا نعرف ادوارنا، دور كل واحد فينا في حياه التاني ايه، ونحافظ على المسافات. لازم نحافظ على المسافات، اللي هو بمعنى اصح نحافظ على مبدأ ده صديق عمل اتعامل معاه في صديق العمل، ده زميل دراسة اتعامل معاه كزميل دراسة، ده صاحب العمل عمل. تمام، نلتزم بالادب والاخلاق والقيم ونرجع لها تاني ونتعامل ونعلمها لاولادنا ونرجعها تاني لاولادنا يعني، ونوري لاولادنا الصح من الغلط، مش نكون احنا الكبار بنتصرف غلط كده. بجد اجيال هتضيع، اجيال زي ما بيقولوا ايه، بننقل لهم معلومه اخلاقيه غير صحيحه وغير سليمه، ودي مش تربيتنا ودي مش عاداتنا وتقاليدنا. وعايزه اقول لكم الناس اللي بيقولوا ان دي افكار قديمه غير مناسبه مع التقدم التكنولوجي والحاجات الحديثه وده فكر قديم، انا كواحده يعني سافرت دول كتير جدا اجنبيه وكده. عايزه اقول لكم الاجانب ما بيعملوش يعني كده. مثلا هي الاجانب لما بيسلموا على بعض ما بيحضنوش بعض وبيبوسوا بعض وياخدوا بعض بالحضن خالص على فكره، لا ما بيعملوش كده. فيعني اقول لكم ايه، نرجع لعاداتنا وتقاليدنا تاني ونحافظ عليها، ونفهم ولادنا الصح من الغلط، ونرجع تاني بقى، نرجع تاني لعاداتنا وتقاليدنا. ايه بقى ايه، رؤية من بنجلاديش. ده في حد داخل عندي في اللايف من بنجلاديش مش عارف بس. وهستنى بقى برضو تعليقاتكم وعلى كلام على الموضوع اللي انا اتكلمت معاكم فيه النهارده، واتمنى ان الموضوع اللي كلمتكم فيه النهارده ما يكونش ازعجكم ولا ضايق ناس، ولا برضو يعني خلى ناس اتضايقت مني ومن الموضوع اللي انا فتحت اتكلم فيه معاكم النهارده فيه. ومش هتغير في يعني في مبدئي هفضل استمر فيه، ويا ريت بجد الناس اللي بتعمل كده تتغير. انا اوكي، انا معجبه بالمبادئ والحاجات القديمه والعقليه القديمه والحاجات القديمه اللي احنا اتربينا عليها. ايه تاني، مساء الورد والياسمين خالد، مساء النور. يعني يا رب النهارده يكون موضوع النهارده فعلا عجبكم، بس انا كان لازم اطلع اتكلم معاكم زي ما قلت لكم فيه، بحيث ان يعني نتناقش مع بعض. وانا دايما اي حاجه جديده مثلا انا دايما متعوده لما بيكون في حاجه مضايقاني او في موضوع مهم عايزه اتكلم معاكم فيه، فبطلع لايف ونتكلم فيه مع بعض. في ناس بقى بتبعت لي رسائل بيقولوا لي انت ليه مش بتطلعي دايما. انا والله يعني انا بحب اطلع، مش بطلع عماله على بطال او ان انا اطلع اتكلم وخلاص، لا انا لما بيكون في موضوع مهم بطلع اتكلم فيه معاكم. انا بقى بس متابعه دايما الرسائل اللي بتجيلي وبرد دايما على الرسائل بتاعتكم، وفي طبعا بعض الرسائل سلبيه جدا انا بعتبر ما بشوفهاش اصلا. يعني في بعض الناس بيبعتوا لي رسائل غريبه بتجاهلها زي بس. محمد مصطفى، شوفوا بقى انتوا لو في اي اسئله ابعتوها لي على الصفحه بتاعتي وانا باذن الله هرد عليكم. وبتمنى للجميع التوفيق، وبتمنى لكم يا رب دايما تبقى حياتنا بخير وحياه سعيده، كل حاجه جميله تكون موجوده في حياتنا. ونتمنى لكم النجاح دايما وبالتوفيق ليكم ولينا. وما تنسوش دايما تدعوا لي بالتوفيق وبالنجاح. واعرفوا حاجه، ان انا بحبكم جدا ودايما ببقى حريصه ان انا اطلع اتكلم معاكم في الحاجه اللي هي تفيدنا وتفيد اولادنا، وبحيث ان احنا نحافظ على قيمنا واخلاقنا ونفضل دايما مع بعض ايد واحده، وما ننساش ان الحياه عبارة عن مبادئ وأخلاق. بحبكم قوي وبقول لكم باي باي، وهتوحشوني، وإن شاء الله هطلع معاكم لايف تاني جديد، وهنتكلم برضو في موضوع تاني مهم جدا.